ازاي نحمل الطفل نتيجة اللي عمله بدل ما نضربه أو نهينه؟ علشان الأمثلة كتيرة ومش هقدر أتخيل كل تصرف الطفل بيعمله هتكون عاقبته ازاي، فهقولك على أهم الحاجات اللي لازم تاخدي بالك منها ولازم تتوافر في العاقبة اللي عاوز الطفل يتحمل نتيجتها. رقم 1، لازم العاقبة تبقى من نفس الفعل أو السلوك اللي الطفل عمله. على سبيل المثال لو الطفل رفض ياكل وجبة الغدا بتاعته تبقى العاقبة إن مفيش النهاردة حلويات، ونفهمه كمان إن ممكن يدوخ أو يتعب وهو عليه يختار. رقم 2، لازم نكون إحنا هادين جدا ومفيش أي عصبية، لكن نكون حازمين وكلامنا قليل وبصوت واضح، لأن الطفل احتمال يرفض اللي هنقوله واحتمال يعيط ويصرخ، وما ينفعش احنا نوافق على اللي هو عاوزه علشان نخلص من الدوشة. ما ينفعش نكون متمسكين بحاجة وفجأة نتخلى عن اللي قلناه. رقم 3، ما نطولش مدة العاقبة على الطفل. يعني لو الطفل كسر لعبة أخوه وهو بيحوش من مصروفه أو بنخصم منه جزء، ما ينفعش نطول المدة لأسابيع أو شهور، كفاية 3 أيام أو 4. 4، لازم العاقبة تكون فيها قيمة جديدة بيتعلمها الطفل. 5، لازم العاقبة تكون ليها أهمية عند الطفل وهتأثر فيه لو حرمناها منه. 6، لازم تكون منطقية وواقعية ونقدر ننفذها. 7، نكافئ الطفل لما ينفذ المطلوب منه.